لما تتغلب 3 تعالى لنا واحنا نكسب لك اللي غلبك 3. يوم عظيم ومليان اهداف كتيرة جدا 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 النهارده في دوري ابطال اوروبا. ليفركوزن يرزع 5، اتلانتا يرزع 6، اتلتيكو مدريد اللي ما بيعرفش يهاجم يرزع 6، ارسنال يروح لسبورتنج لشبونه المرعب الهايل اللي كسب مانشستر سيتي 4-1 ويرزعوا 5-1 على ارضه. وبمناسبة مانشستر سيتي يعني الناس بعد ما لمينا الورق وقلنا خلاص كسبنا وعملنا، في الآخر يتعادلوا 3-3 والسيتي يخسر الصدارة في نفس الليلة. العثمان ديمبلي بيتسبب بشكل مباشر بخسارة فرقته، أو غير مباشر بصراحة لأن فرقته دي ما بتعرفش تكسب أساسا، ويطرد. وفي الآخر البايرن بيلاعب 10 لعيبة وبالعافية بيكسب 1-0. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائنا المشاهدين فلاسفة كورة، ازيكم اخباركم ايه؟ معاكم الفيلسوف الكبير ايمن صلاح الدين، والنهارده هنتكلم عن اليوم الاول من الجولة الخامسة في دور المجموعة بتاعة تشامبيونز ليج. نتائج كتيرة، فرق كبيرة لعبت، نتائج مبهرة، حاجات ملفتة للنظر عايزين نتكلم عليها كلها. بس قبل ما نعمل كده عايزين نعمل حاجتين. الحاجة الأولانية نصلي على النبي الكريم، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. والحاجة التانية ان احنا اللي مش مشترك في القناة يشترك. ناس كتيرة بتتفرج على الفيديوهات مش مشتركة يا جماعة، اتمنى يشتركوا في القناة ويعملوا لنا كومنت كده ويقولوا لنا رأيهم في اللي بيحصل. وطبعا اتمنى الشير واللايك والسبسكرايب، واللي مش مشترك في البلاتفورمز بتاعت فلاسفة كورة يشترك فيها، سواء كان على التيك توك والانستجرام والفيسبوك، موجودة في وصف الفيديو وفي اول كومنت. وانضموا لينا كده وكبروا كوميونتي فلاسفة كورة. ويلا بينا نتكلم عن اليوم ده الهايل بتاع تشامبيونز ليج النهارده. انا عايز اعمل شاوت اوت بشكل مبدئي للكام نتيجه الملفته اللي لفتت نظري، سواء كان اتلانتا وريتيجي والاداء اللي بيأديه جاسبريني بشكل ممتاز جدا مع اتلانتا ووصوله لمرحله متقدمه جدا، وان هو في الثمانيه الكبار ومعدي ال10 نقط وحاجه عظيمه جدا. فرقه ممتازه جدا، والواد ريتيجي ده واد شكله كده هيطلع لعيب وهيبقى حاجه مهمه كده للكره الايطاليه، وهم محتاجين فروت حقيقي عليه القيمه بصراحه يعني. كمان عايزين نعمل شاوت اوت على فرقه الدفاع المقرفه الممله اللي اسمها اتلتيكو مدريد. النهارده بيروحوا اي نعم رايحين لفريق يعني حصاله، يعني ما كسبش وما جابش نقطه حتى في البطوله، بس برضه فكره انك انت تروح وسيميوني اللي بيقول لك انا احب اكسب 1-0 وانام عليه، لا كسبان النهارده 6 ومستريح بقى، ويعني الناس بتجيب اجوان والفاريز وكل الناس الحلوه وشغالين وعاملين حاجه حلوه جدا. برضه حاجه ملفته للنظر زي بالظبط زي اللي احنا شفناه بالنسبه لبايرن ليفركوزن، وان هو بيحاول يتدارك الخساره الاخيره بتاعت ليفربول دي، وكسب برضو النهارده بالخمسه. برضو كسب فريق يعني على قده، يعني احنا بنتكلم في فريق يونج بويز، يعني شويه عيال صغيرين يعني ما بيلعبوش يعني فريق كبير، بس برضو انك انت تكسب 5 في الشامبيونز ليج في المرحله دي، وخصوصا ان احنا بنتكلم خلاص في مراحل الحسم، ما عادش فاضل غير 3 ماتشات جنب الماتش ده. فمهم جدا ان احنا نبدا نحط رجلينا ونبقى عارفين احنا بنتكلم في ايه. بنتكلم في الثمانيه الاوائل، بنتكلم في ال16 اللي في النص، ولا بنتكلم في الناس اللي هتقول باي باي. وطبعا يعني ايه كم ماتش انا عايز اتكلم عليه بشكل مستفيض اكتر. بتكلم عن برشلونه وعن استاد بريست تقريبا، يعني هو مسمينه بريست على اساس يعني ان هو ايه تقريبا، يعني ايه برشلونه كده استضافوا على ارضه وقطع البريست وسواه وكاله، وحاجه عظيمه جدا. هتكلم على الماتش ده طبعا، وهنتكلم برضو عن ماتش الارسنال وسبورتنج لشبونه، وهو ده الماتش الرئيسي اللي انا تابعته، مش عشان انا ارسنالاوي لا، عشان كمان الماتش ده المفروض ان هو فيه فرقتين بيقدموا كوره مهمه، وفريق كبير وفريق عمل نتائج مبهره، وفريق فيه لعيبه مهمه عايزين نتفرج عليها زي ترينكاو وزي جولكريز، كنا عايزين نشوف الناس دي بتعمل ايه. وطبعا نتكلم عن البؤس اللي كان موجود في استاد ميونخ الدولي، الاستاد اليانز ارينا، ما بين بايرن ميونخ البائس وباريس سان جيرمان اللي ابأس منه، والنتيجه اللي انتهت بفوز 1-0 بالعافيه بطريقه يعني متعبه للاعصاب يعني. تعالوا نتكلم في الماتشات دي واحده واحده. واكيد طبعا يعني اخواتنا الميلانيستا يعني لازم يفرحوا بالمكسب اللي المفروض جه على فريق ضعيف، مع ان هو يعني
يعني المفروض الفريق ده كان في المتناول، واحنا ممكن منتظرين 3 و4 زي ما المعلق كان بيقول، احنا مستنيين 3 و4 و5 وحاجات زي كده. كسبوا 3-2 بالعافيه بعد ما كانوا متعادلين 1-1. الهدف اللي جه في ميلان كان هدف مضحك جدا بصراحه. ما ينفعش يجي هدف تعادل، ما ينفعش يجي في فرقه كبيره ان واحد ينفرد من قبل نص الملعب يروح يحط الكره جون ومفيش حد بيكلمه. يعني دي كانت حاجه فعلا يعني ايه ملفته للنظر. وبعدين بعد كده بقى نزل لياو بقى، ولياو عمل الشو بتاعه وحط الكره جون حلو جدا. وبعدين وقت تامي ابراهيم واقف يا عيني اللي بيقول عليه مساء الخير يا رجاله ايه الاخبار، ايه ده الكره في رجلي يلا نحط جون. حتى ما عرفتش تدخل على طول، خبطت في الحارس بس دخلت، فبقى 3-1. وبعدين ما نزل لهم عيل عنده 14 سنه ولا 15 سنه مجاب في ميلان هدف تاني. طبعا ميلان انتوا عارفين وضعه يعني مش احلى حاجه في الدنيا، بس انا نفسي ميلان يكمل على الاقل لحد دور ال 16. نفسي ميلان يوصل لمكان متقدم. في الاول وفي الاخر ده ميلان يا جماعه، ده تاني واحد في ترتيب الحصول على الشامبيونز ليج يعني، وفريق عريق وليه عشاق كبير قوي سواء في الوطن العربي ولا في العالم كله. يعني انا مبسوط، انا سعيد ان انا بشوف بوليزيك بيعمل اداء كويس، لان انا شايف ان هو اهم واحد في الفرقه دلوقتي واهم من لياو في وجهه نظري. تامي ابراهام كويس لان هو محتاج ياخد هو على مرتة، لان مرتة في الاول وفي الاخر خلاص يعني مش عمره ما هيبقى زي جيرو يعني، ولا هيعمر زي التعميره اللي عملها جيرو يعني. فبعتقد ان يعني ابراهام ممكن يقدر يتحرك وياخد فرصه كويسه يعني، والفريق يتقدم لقدام شويه ويحسن وضعه. في البدايه بالنسبه لبرشلونه لازم نقول ان اصابه يمين يامال او عدم وجوده بشكل حقيقي ده مأثر على الفرقه بشكل كبير جدا جدا جدا، ومخلي الفريق ما عندوش حلول حقيقيه هجوميه. والراجل بيحاول يلقع باي شكل، بيحاول يحط مثلا بدري قدام شويه، يحاول يحط مش عارف مين قدام شويه، بيحاول يتحرك بحيث ان هو يحل الفراغ اللي سايبه يمين يامال، لان هو يعتبر خلاص هو نجم الفريق ده، وهو يعني ايه اهم واحد موجود واهم حل موجود. لكن طبعا هو مش الحل الوحيد. وجود رافينيا لعيب كويس وادى النهارده اداء كويس جدا، مع وجود اللعيبه اللي بتلعب في نص الملعب، وتحديدا انا بتكلم عن بدري اللي بدا يعمل لمسات حلوه وبدا يعمل اداء حلو جدا. وده ساعد كتير قوي ان هم يبداوا يطلعوا الكره لقدام ويحاولوا ان هم يستحوذوا ويعملوا هجمات. انا ما شفتش فرص قويه قوي في الشوط الاولاني لحد ما حارس بريدس الغشيم بدل ما ينط يجيب الكوره، لا نط عايز يجيب دماغ ليفاندوفسكي، او عايز يعني يجيب ليفاندوفسكي لمس اكتاف. تقريبا الواد ده كان بيلعب جودو وهو صغير، ما كانش بيلعب كوره من وهو صغير ولا حاجه زي كده. فالواد خد ليفاندوفسكي وقع بيه ضربه جزاء مضحكه جدا، تقدم بيها ليفاندوفسكي وريح الناس جدا في المونجويك عشان خاطر الناس تقدر تاخد نفسها بعد كده ويقدروا يلعبوا. لحد بقى ما ايه الجوهره بقى، الجون العسل اللي جابه الواد اللي مزاجه رايق جدا اللي هو اولمو. استلم الكوره بشكل حلو، عدى من الواد في حاجه زي نص سنتي، حط الكوره حطت معلم. واد مكسب كبير جدا جدا جدا. وطبعا اولمو ده احنا قاعدين بنتكلم عنه بقاله سنين يا جدعان. الواد ده مدفون، او مش بلاش مدفون، الواد ده موجود في لايبزيج والانديه اللي في الدوري الانجليزي وفي الدوري الاسباني سايباه ليه؟ الواد ده مهم جدا. الراجل ده يقدر يلعب صانع لعب، ويقدر يلعب رقم 8، الراجل بيقدر يحرك الكره لقدام سواء بالبساط او سواء بالاختراقات والتحرك، والكره بتبقى لازقه في رجله وما بتتحركش. وكل ما بيلعب في منتخب اسبانيا سواء في كاس العالم ولا في اليورو بيبان قد ايه امكانياته. فعلا الراجل من ساعه ما وصل برشلونه بغض النظر عن الاصابه اللي عطلته كتير، لكن كل ما بيكون واقف على حيله كل ما بيأدي اداء مدهش وملفت للنظر فعلا، ومكسب كبير لبرشلونه. واعتقد دلوقتي الناس اللي كانت زعلانه على ان كوندوجان مشي اعتقد هم مش هيزعلوا قوي، لان اولا عشان اولمو موجود، وثانيا عشان يعني ايه المستوى البائس اللي ظاهر بيه كوندوجان. وبعد كده بقى الجون الثالث يعني باصه لعبه هوبا ليفاندوفسكي يستلم الكوره يحطها، حطيته فايق ورايق وجميل. وانا بعتقد ده يعتبر من اواخر المواسم، اخر موسم ممكن يأدي فيه ليفاندوفسكي بالمستوى ده، عشان كده تحس ان هو بيأدي الضمير. اعتقد ان هو العقد بتاعه هيخلص السنه دي، اعتقد ممكن، ولو مش هيخلص السنه دي فهو المفروض ان هو خلاص يعني بدنيا مش هيقدر يكمل ال 90 دقيقه ويبقى الفرد الرئيسي بتاع برشلونه طول الوقت. فبيحاول ان هو يعني ايه ادي اداء مبهر جدا. برشلونه حسن من وضعه في الترتيب، بقى تقريبا ال 12 دلوقتي. هو خسر ماتش واحد وبعدين بعد كده كسب كل الماتشات، وعنده فرق اهداف كويس قوي مخلينا حطه في المراتب الثلاثه الاولى، ودي حاجه ممتازه بالنسبه لبرشلونه. تعالوا نتكلم عن ماتش بائس من الماتشين البائسين اللي انا عايز اتكلم عليهم النهارده. الماتش البائس الاولاني انا عايز اتكلم عليه هو القمه، نهائي تشامبيونز ليج بتاع 2020. باريس سان جيرمان بيقابل بايرن ميونخ. انا عندي احساس واتمنى ان انتوا تشاركوني رايكم في الكومنتات. يعني بايرن ميونخ ما بقاش بايرن ميونخ اللي انا اعرفه بتاع هانز فليك او بتاع يوب هانكس او حتى بتاع جوارديولا، على الرغم ان هو ما كانش بيكسب تشامبيونز ليج. بايرن ميونخ ما بقاش شرس زي الاول. بايرن ميونخ بقاش حاجه ملفته للنظر زي الاول. بايرن ميونخ كده بيفكرني بحاله شبه حاله السيتي دلوقتي يعني، بس طبعا السيتي وضعه تعبان، بس انا بتكلم السيتي في اول الموسم. قصدي ايه بالكلام ده؟ قصدي ان الحل الرئيسي للتهديف هو في وجود هاري كين. هاري كين فايق هيجيب اجوان، هاري كين مش فايق
كل الناس اللي تحت هاري كين، سواء بقى كان اوليسيه، سواء كان سانيه. ايه اللي بيعمله سانيه ده؟ انا مش فاهم، هو سانيه عامل كده ليه يا جماعه؟ ده سانيه ده انا كنت بتفرج عليه لما كان في السيتي قبل ما يجيله الرباط الصليبي. كان يعني كان منفجر، كان فظيع، كان ما كانش حد بيعرف يقف قدامه خالص، كان بيعدي في ربع متر، كان بيجري وما حدش بيعرف يمسكه. انا ما اعرفش الواد ده بقى عامل كده ليه يعني. وطبعا تحط جنبهم كومان، تحط جنبهم حتى جمال موسيالا اللي هو بيعمل اداء ممتاز جدا تحت راس الحربه. بس كل الناس دي بتشترك في صفه واحده، ان هم كلهم معدل ضياع الفرص بتاعهم عالي بشكل فظيع جدا جدا جدا. بايرن ميونخ ماسك كوره، لويس انريكي حاول ينزل الناحيه الثانيه مع باريس سان جيرمان، انه حط 3 ارتكازات اساسا يقفلوا الدنيا، سواء الواد اللي جابوه من بنفيكا اللي مش فاكر اسمه دلوقتي، او سواء كان روبن فابن رويز، او سواء كان الثالث اللي هو فيتينيا. الثلاثه في نص الملعب، وعايز يعتمد بقى على طلوع الاطراف، سواء كان حكيمي او سواء كان الراجل البرتغالي اللي بيلعب ناحيه الشمال، وبيحاول بقى يستنى بقى اي حاجه من الثلاثه اللي قدام، وتحديدا باركولا والنجم نمر 10 بيليه بتاعهم، وهو عثمان ديمبلي اللي يعني ايه تقريبا رجع يلعب بقى بلاي ستيشن ونسي بقى خالص ايه مهامه وايه المفروض يعمله كلاعب كوره وكل الامور دي كلها يعني. وللاسف الثلاثه اللي قدام وحتى البودلة بتوعهم هي الازمه الحقيقيه لباريس سان جيرمان، من خلال مش عارف يجيب اجوان، وهو عدم النجاعه الهجوميه للصف اللي قدام ده كله على بعضه، مش نافع باي حاجه ولا عارف يجيب اجوان. انا فاكر في اخر 4 ماتشات شفت احصائيه ان هم تقريبا جايبين جون واحد ولا جايبين 0 حاجه زي كده، اللي هو حاجه يعني ايه يعني ناس في الاهلي ولا ناس في الزمالك تستحي انها تسويها يعني. مش هتكلم على ليفلات في اوروبا يعني، حاجه يعني تحزن جدا يعني. فطبعا ده فريق بائس مش عارف يجيب اجوان، والتاني فريق بائس بيضيع كور وبتجيله فرص. جت فرصه ممتازه موسيالا ضيعها، جت فرصه لسانيه وضيعها، وجت فرصه لاي حد وضيعها، والناس قاعده بتضيع وكله بيضيع وكله بيضيع، لحد ما جت الهديه بقى. وهو قال لك ايه؟ قال لك ان دوناروما يا جماعه مهزوز الفتره ديت، وفي الكوره العرضيه والكور ضربات الحره بتوع الكوره من ايده ولا مش عارف يضرب شقلباص، وبناء عليه هنجيب واحد امور كده حلو عمل ديل حصان كده شعر اصفر جميل هيقف مكانه على اساس خاطر ان هو يسد. اما الراجل ده بدل ما يمسك الكوره فلتت منه، وقعت قدام كيم من جاي حطها جون، وهو ده الهدف بتاع الماتش. كل سنه وانت طيب. طب ايه يا جماعه؟ يلا باريس اتحرك. جه باريس اتحرك، بدل ما باريس اتحرك قام المهاجم الرئيسي بتاعه واهم واحد عنده في الخط الهجومي اللي هو ديمبلي قام واخد انذار تاني واخد كارت احمر وبوظ لهم الماتش. والناحيه الثانيه بايرن ميونخ هو اوريدي كده كده بيضيع، فقال الحمد لله والشكر لله، خلاص احنا كده كده هم كده كده مش عارفين يجيبوا حاجه، وكمان لما بقوا 10 فكمان مش هيعرفوا يجيبوا حاجه، فاحنا بقى نريح كده ونستظرف ونروش كده وبتاع وخلاص. ينزل لك بقى توماس مولر لاعب بيضرب في العيال لانه ما عادش عنده كوره خلاص، نزل لك بقى اي حد من على الدكه، نزل اوليسيه تاني عشان خاطر الياني كان مريحه، لان هو كان بيتعامل مع الماتش ده ان هو ماتش هفق يعني ولا ايه ما تعرفش. يعني قاعد بقى ينزل الدنيا وقاعدين يستظرفوا، ولا ده عارف يجيب اجوان ولا ده عارف يجيب اجوان ولا ده عارف يتصرف في اي حاجه ولا ده عارف يتصرف في اي حاجه، وماتش بائس جدا جدا جدا. المنظر اللي ظهر بيه بايرن ميونخ في اول البطوله بتاعت تشامبيونز ليج دي مختلف خالص عن المنظر اللي احنا شايفينه دلوقتي يعني. استون فيلا وبرشلونه كشفوا فيه حاجات كتير قوي، وده طبعا لان في الاول وفي الاخر يعني كومباني مش اقوى حاجه، كومباني بيتعلم، كومباني تلميذ كده زي ارتيتا وزي الناس اللطيفه الظريفه اللي بقوا يدوهم ثقه وبتاع وكده، ولسه قدامه كتير عشان يتعلم. وخطوه بايرن ميونخ خطوه كبيره عليه يعني، هيتعلم منها وهيأدي، والواد عنده كاريزما والواد عنده شخصيه، بس برضه يعني الدنيا تعبانه. والناحيه الثانيه باريس سان جيرمان، يعني انا عايز اقول ان فايزه وابنها مبابي فرحانين فرحه غير طبيعيه بباريس سان جيرمان، وتحس ان هم بيدعوا عليهم كل شويه، ايوه اخسروا كمان عشان تعرفوا قيمه ابني، احنا عايزين الفلوس تعرفوا ايه تبني. حال باريس سان جيرمان حال بائس جدا. اعتقد ان هو مش هيستنوا لحد السنه الجايه، محتاجين في يناير يجيبوا فيرود، محتاجين في يناير يفوروا الدنيا شويه ويسيبوهم بقى من شويه الشباب والعيال الصغيره اللي قاعدين بيلعبوهم قدام دول. ويعني باريس سان جيرمان مش مفخرخه للشباب ده. لو انتوا عايزين تعملوا حاجه في الشامبيونز ليج، لو انتوا عايزين تصبروا على الجيل ده سنتين ثلاثه، يبقى استحملوا بقى ان انتوا يعني ايه يا رب توصلوا لل16 اللي في النص دول اللي بيلعبوا بعض ذهاب اياب. ده الملخص بتاع الماتش البائس ده. وبجملة البؤس بقى انا عايز اتكلم على النتيجة البائسة تاني، او بمعنى ادق الفريق البائس التاني، وهو مانشستر سيتي المفاجئ بشكل غير طبيعي جدا للي هو بيعمله في الماتشات اللي فاتت. يعني احنا بنتكلم 5-6 ماتشات دلوقتي، خسر 5 وتعادل 1، خسر من فريق زي بورنموث، خسر من فريق زي سبورتنج لشبونه وهو فريق كويس، بس برضه في الاول في الاخر الاسم ما ينفعش يخسر منه. ودلوقتي بيتعادل على ارضه بعد ما كان كسبان 3-0 مع فريق فاينورد. كده انتوا لازم ترجعوا للفيديو اللي انا اتكلمت فيه، اللي هو اللي انا كنت اعتقد كنت مسميه فعل فاضح في مانشستر.
محتاجين تسمعوا الجزء اللي انا اتكلمت فيه ايه مشكله مانشستر سيتي. مانشستر سيتي مش مشكلته اصابات خالص، واللي هيقول لي مشكلته اصابات هقول له لا، بص على التشكيله وانت تعرف. في اكي، في جفارديول، في ايدرسون، في جوندوجان، في ماتياس نونيز، في فيل فودن، وكيفن دي برونا نزل من على الدكه، هالاند بيلعب، جريليش موجود اللي ب 100 مليون، واللي هو لعيب من اللعيبه اللي يعني اللي ايه النجوم يعني، واللي واخد مكان بيكام دلوقتي في الاعلام، وكل الامور دي كلها. محدش يقول لي ان عشان خاطر واحد اتصاب فالفريق اللي كان بيكسب وكان ماشي الدنيا وكان منايب انجلترا وكان عامل بيوصل للسيمي فاينال مستريح في الشامبيونز ليج يبقى ده حاله. لا، الموضوع مش موضوع اصابات. وتاني هعيد نفس الكلام، الموضوع مش موضوع الشبع. الفريق ده شبعان لكن ده مش ستايل شبع. في خناقه كبيره وحوار عميق جوه اوضه اللبس. الموضوع ما كانش على قد لعيب زي مشكله كانسيلو وجوارديولا عرف يسيطر عليها وعرف يطرده بره وعرف يحجم الفرقه ويظبط الدنيا، ولا مثلا زي شويه المشاكل اللي كانت بينه وبين جريليش وفودن لما كانوا بيشربوا، لما كانوا بيسكروا، لما كانوا بيعملوا الحاجات الغريبه كان بيعرف يلم الدنيا. لا، الموضوع اكبر بكتير قوي قوي قوي. جوارديولا مش مركز والفرقه نفسها عندها مشكله معاه والدنيا ضربت، او زي مثلا نستخدم مصطلح الفرقه عندنا في مصر اسمه الفرقه فكت خلاص. والفرقه فكت مش عشان خاطر هم عندهم مشكله ولا نسي الكوره ولا وقعوا بدنيا ولا جالهم محاسبه، لا لا لا، الفرقه فكت عشان خاطر في خناقه كبيره جوه اوضه اللبس وهو ده السبب. والراجل يعني هو يعني الفرقه مش عايزه تلعب، الفرقه مش عايزه تلعب. وبعدين السيتي في مشكله تانية دلوقتي ظهرت في الماتش ده تحديدا وظهر في الماتشات التانية، بس برضو ما كانش ينفع تظهر بالوضوح ده. هو فكره ان الدكه فاضيه قوي، يعني الدكه فاضيه قوي يا جدعان. يعني واحد اسمه مش عارف بوسي، واحد مش عارف اسمه ايه تاني، الاثنين منزلهم قال لك خلاص بقى انا ضمنت النتيجه 3-0. مش معقول الكواليتي اللو كده. ومع ذلك الاخطاء ما كانتش من العيال دي، الاخطاء جت من ايدرسون، الاخطاء جت من جفارديول، الاخطاء جت من نص الملعب كله اللي ما كانش عارف يجري ولا كان عارف يعمل زي ماتياس نونيز زي غيره. لا، الدكه فاضيه ويمكن فضول الدكه ده مش عامل الازمه دي على قد ما هو مش مدي حافز للعيبه اللي بتلعب بره ان هم ممكن يقعدوا. دكه من اكبر الاسلحه اللي كان بيستخدمها جوارديولا للعيبه دي. وهو فكره بقول لك ايه، انت هتتدلع اقعد زي ما كان بيقعد فودن وزي ما كان بيقعد جريليش بالاسابيع، زي ما كان لما رياض محرز ما يعجبوش يقوم قعده كده ويقعد يزعق له قدام الناس ويمسخر الراجل ويعمل منظره وحش وهو راجل محترم، ولا زي مش لا 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 مفيش الكلام ده خالص. يعني فاهم قصدي، هو ما كانش قادر غير على ستيرلينج بس، هو ما كانش عارف يقعده قوي ومع ذلك كان بيحاول يقعد. انما اي حد تاني كان بيقعد وخيسوس كان بيقعد واي حد بيقعد ومفيش كبير في الفرقه دي. لكن دلوقتي هو ما قداموش غير ان هو يلعب العيال دي، خلاص انتهى. فالعيال دي اصلا مستريحه والفرقه فاضيه لدرجه غير طبيعيه، مش معقول يعني. بس برضو دي كلها مش اسباب تخلي السيتي يخسر 5 ماتشات متتاليه ويتعادل قدام فينورد في ظرف ربع ساعه. ما ينفعش، في مشكله كبيره في السيتي. وانا حتى الفيديو اللي انا كنت بتكلم عليه اللي هو الفيديو اللي فات اللي هو اسمه فعل فاضح في مانشستر، اللي انا اتكلمت عن الفضيحه بتاعت مانشستر في الدوري، قلت فيه الماتشات الجايه بالماتش بتاع ده والماتش بتاع ليفربول هم الماتشين الفيصلين اللي هيورونا هل هيبداوا يلموا الدنيا ويقولوا لا مش هينفع كده وعايزين نبدا نلم الدنيا ونخلي الدنيا يبقى شكلها كويس، ولا خلاص كده الدنيا فرطت وما عادش فارقه وخلاص الموسم اتباع. لحد دلوقتي شكلها الموسم اتباع، لكن طبعا هيبان ده بشكل حقيقي قوي في الانفيلد قدام ليفربول في الماتش بتاع يوم الحد الجاي قدام ليفربول. هنشوف هل فعلا خلاص السيتي باع السيزون ونخرجه من الحسابات، ولا ممكن يقدر يعمل كامباك والناس تبدا تتحرك وتبدا تقول حاجه ويبداوا يفوقوا ويتصرفوا ويعملوا اي حاجه. انا فعلا ما بقتش عارف طبعا لان احنا مش عارفين تفاصيل المشكله ايه، بس هو في مشكله ومشكله في اوضه اللبس، والعيال عندها مشكله مع جوارديولا مش عايزه تلعب له، وجوارديولا عامل مشكله مع الناس. في حاجه غلط، ولو ما حلوهاش الموسم هيبقى راح، وغالبا هنعرف القصه ديت بالكتير قوي على يوم الحد الجاي. وعايز اختم بقى بالمدافع، بالبشوات، بالوحوش اللي راحوا لشبونه. قال لك لشبونه ده اللي كسب السيتي 4-1، لشبونه ده اللي كان تاني ترتيب الدوري ودوري اللي هو دوري المجموعات ده ورا ليفربول، واللي هو الفريق اللي عنده جولكريز اللي هداف البطوله تقريبا، واللي عنده كذا واللي عنده كذا وبيلعبوا بطريقه جديده واللي ارتيتا كان محضر لهم كويس.
نزل قدامهم بشكل كويس. مبدئيا التدوير اللي هو بيعمله في الفرقه ساعده كتير، لما قعد تروسارد ونزل مكانه مارتينيلي اللي كان قاعد في ماتش الدوري، هافرتس وقعد حسام خير اللي كان قاعد في ماتش الدوري، مش عارف مين اللي هو بقى التدويره ديت، قعد ما اسمه ايه، دخل رايس ونزل ميرينيو والناس دي كلها. دي التدويره ديت ساعدت كتير قوي الناس تكون فايقه، وطريقه الضغط اللي هو عملها كانت ممتازه قوي بصراحه. يعني هي الفرقه ديت المفروض انها بتلعب بثلاثه ورا، الثلاثه دول هم المفروض ان هو بيحاولوا يطلعوا بالكوره، بيسندوا على الاثنين الظهراء او اللي هم بيسموهم الفول باك او الناس اللي ماسكه الخط دول، وبيحاولوا على قد ما يقدروا يسندوا عليهم عشان خاطر يقدروا يطلعوا الكوره الاثنين الارتكازات اللي موجودين في النص. ارتيتا عمل ايه بقى؟ عاده الناس بتضغط في الدوري الانجليزي يا اما بتضغط ب 4 2 3 1 يا اما بتضغط ب 4 4 2، لا هو ضغط ب 4 2 4، حط الاربعه المهاجمين اللي قدام اللي هم هافرتس واوديجارد وساكا يمين ومارتينيلي شمال، حطهم قصاد كانهم ستاره كده قصاد الثلاثه اللي بيلعبوا، الثلاثه ستوبرز اللي موجودين ورا دول، بحيث ان هم يقطعوا ميه ونور على البيلد اب خالص عشان خاطر ما يطلعوش الزهره بتوع الجنبين اللي بيعملوا خطوره، او ان هم يسلموا الارتكازات او العشرات اللي هم سواء كان ترينكاو ولا ادواردز اللي هو اللي تحت جولكريز. القطعه ديت فرقت كتير قوي وضغط عليهم مره واثنين وثلاثه. طبعا الهدف اللي جه بدري ساعد كتير قوي، كان هدف ملعوب حلو بشكل جيد، كره اتعرضت بشكل معقول، كان شكلها كويس جدا، حطها الواد مارتينيلي بشكل معقول، كان جون كويس. مفيش بعدها يعني النجاعه اخيرا رجعت الواد هافرز. يمكن الواد كان محتاج يستريح بعد الاصابات وبعد البشله اللي خدها في وشه والدم والحوارات والحواديت اللي هو فيها. يمكن العيال دي فعلا كان محتاجه تستريح شويه ومحتاجه ان هو تخش رتم الماتش ولا حاجه. استلم الكوره يعني تلعب له ساكا الكوره بشكل حلو جدا. تمبر جوهره عمل اول جون، الناحيه الثانيه نفس الناحيه ساكا الجوهره الثانيه قامت عامله الجون الثاني لايه للواد هافرتس. وبعدين بعد كده طبعا يعني ايه استمرارا في الضغط والقفله والدنيا مقفوله، جولكريز مش عارف يتنفس، ترينكاو مش عارف يتنفس، كل الظهره مش عارفين يطلعوا بشكل حقيقي، العيال الاربعه اللي ورا وتحديدا كلافيوري من الناحيه الدفاعيه كان عامل شغل كويس. تمبر ده يعني جوهره، ويعني يا بخت اللي عرف يجيبه، يا بختنا بيه بصراحه. واد ممتاز ما شاء الله تبارك الله عليه، دفاعيا وهجوميا يعرف يدافع، يعرف يستلم الكوره، يعرف يعدي، يعرف يباصي، يعرف يروح، يعرف يجي. واد رونالدينيو في مركزه ما شاء الله، حاجه فظيعه جدا ما شاء الله عليه يعني. وبرده نفس الجهه ديت بتجيب الكورنر وبتسببه في كورنر، الكورنر دوت بيتلعب جابرييل بقى. يلا اخيرا نفتكر بقى تاني بقى السيت بيسز والاهداف. 3-0 الشوط الاولاني ريحت كتير قوي. انا كنت بين الشوطين ما اكدبش عليكم كنت بقول يلا بقى خرج ساكا، خرج اوديجارد، خرج الناس اللي تعبانه، عايزين بقى احنا عندنا ماتشات في الدوري خلاص الماتش ده خلص وبتاع. لقيته استنى عليهم شويه، كنت متضايق وكنت بشتم، ابقى صريح معاك كنت بشتم جدا. وطبعا انا بكره ده في ارتيتا بالذات، حلبه لساكا اللي برضه لعب 90 دقيقه. الموضوع ده بيجنني في ارتيتا، فكره ان هو قاعد بيحلب الولا للدرجه دي. لكن لما شفت النتيجه اللي حصلت مع السيتي قلت يمكن يكون جايز عنده حق، لان فعلا ده اللي حصل مع السيتي. بعد ما بقى 3-0 رايح العيال ونزل اي حد، فاي حد خد. بس اقول لك الامانه انت ما عندكش اي حد بره. يعني انت لو دخلت ستيرلينج، هو ستيرلينج ده خلاص ناشئ، يعني مش المفروض ده لعيب عنده خبرة ما بأي حاجة ما، على الأقل هيسد في أي حاجة. يعني أنت لو نزلت أي حد جورجينيو ولا نزلت اللي هو الواد نوانييري ولا نزلت الناس دي ممكن تقدر تشيل يعني. لكن هو حاول يعمل الروتيشن، ريح كلافيوري، ريح رايس، ريح اسمه ايه الواد، بعد كده سحب اوديجارد، بعد كده سحب اللي هو الناس واحده واحده كده. طبعا دخل تروسارد تبديل المعتاد بتاع مارتينيلي يخرج وتروسارد ينزل، وطبعا بما ان هو ماضي العقد الجديد وكده وبتاع، فاللي هو ايه يعني ايه الراجل يعني عايز يلعب بقى وعايز يركبه اساسي صمهاو يعني، لان مارتينيلي ما اكذبش عليكم ما عادش ينفع يبقى اساسي بشكل حقيقي يعني. وبعدين ما فيش بعد الشوط الثاني الناس بتوع يعني ايه لشبونه قال لك احنا عايزين نجيب اجوان، وداخلين وجابوا كوره حلوه جدا بصراحه من خرم ابره. الواد عرف يدخلها جون وبقوا 3-1 وبداوا يهيجوا وبداوا يعملوا شغل، وهو جابن وبقاش مش عارفين نطلع في اول 10 دقايق وربع ساعه، وكله قاعد بيرجع ورا، وهافرتس واقف له جوه في منطقه الجزاء وحاجات غريبه، لحد ما جاء الحل من القائد الاوديجارد اللي عرف يستلم وعرف يخرج الناس، مع انه كان بيغلط اكتر من مره بصراحه في الماتش وفقد الكور كتير بالذات في الشوط الثاني، لكن عرف يخرج ولبس الواد ضربه جزاء اللي هو الواد العنيف اللي هو اسمه صوماليا ده اللي ضرب اكتر من حد وكان المفروض يطرد لاجل الامانه يعني، وضربه جزاء والهدف الرابع، والبركان خمد تاني والموضوع تمام مفيش مشاكل. والتغييرات بقى اللي جت مع الوقت بقى مورينيو يشوط الشوطه ترد، يقوم تروسارد بقى ايه عامل مكافاه بقى امضه العقد الجديد بتاعته، فيقوم جاب الجون الخامس وحفله بقى وحاجه زي الفل، وتعويض بقى لكل الايه فرق الاهداف. احنا داخلين اصلا الماتش ده واحنا معانا 7 نقط ومعانا +1
بقى او بلس 2 على ما اتذكر، لا بلس 1 والله ما فاكر، لا بلس 2 بلس 2. دخلنا الماتش ده خلاص خرجنا منه 10 وبلس 6، ونعتبر من افضل الناس اللي عندهم اللي هو ال10 نقط ده يعني. اللي يتفوق علينا بس هو بروسيا دورتموند، لو كسب ماتشه او اتعادل ماتشه فممكن يطلع يعني. والارسنال طلع تاني من الثمانيه الكبار دلوقتي، هو بس منتظر نتيجه 3 فرق اللي هم بروسيا دورتموند لو كسب هينزله في الترتيب، واستون فيلا برضو لو كسب او اتعادل، لو كسب هينزله في الترتيب، ويوفنتوس لو كسب ممكن لا لو عمل نتيجه كبيره. لكن غير كده فكره انك انت تعدي المرحله دي اللي هو الجوله الخامسه بثلاثه واربعها يعني، وتبقى موجود في الثمانيه الاوائل، ده مهم جدا بالنسبه لك، خاصه وان الماتشات اللي جايه مش تبقى صعبه قوي يعني. موناكو فريق كويس وكل حاجه وبتاع وكده، بس ممكن تقدر تعمل معاه حاجه، مش عارف سبارتا براغ، الحاجات دي كلها تقدر بقى انك انت تمشي حالك وتقدر تبقى موجود في الثمانيه الاوائل عشان توفر على نفسك الماتشين بتوع خروج المغلوب بتوع ال16 اللي في النص دول، وتعمل حاجه كويسه. نتيجه ممتازه جدا، الفريق بدا يفوق يرجع كده، بس انا محتاج ستريك كده موجود في الدوري عشان خاطر نقدر نقلل الجابه اللي موجوده ما بيننا وبين المتصدر. في النهاية فلاسفة اتمنى تشاركوني في الكومنتات عن رأيكم في مجمل اللقاءات اللي احنا شفناها في يوم الثلاث بتاع الجولة الخامسة في الشامبيونز ليج، تحديدا رأيكم في السيتي وايه اللي بيحصل فيه، ايه رأيكم في الاداء اللي بيأديه فريق زي الميلان، وضع باريس سان جيرمان السيء ده ايه اللي مخليه سيء للدرجة دي يعني، هل هي مشكلة مهاجمين ولا حاجة تانية، هل البايرن ميونخ فعلا يعني ايه ما بقاش زي الاول بالذات بوجود مدرب شاب زي اللي موجود دلوقتي، برشلونة والوضع اللي هو فيه واللي هو مكمل فيه، هل فعلا بالضغط البدني اللي بيطلبوا منهم فليك هل هيقدر يكمل لمراحل متقدمه جدا في شهر 2 وشهر 3 ربنا يدينا ويديكم العمر يعني في البطوله ديت وفي الدوري، ولا هيبداوا ينهاروا، خاصه لا اما عيال صغيرين ما عندهمش خبره وسهل ان هم يترقعوا زي يامال وزي غيره، او يا اما ناس كبار زي ليفاندوفسكي اللي هو ما يقدرش يديك موسم كامل ويقدر يلعب 90 دقيقه. اتمنى رايكم ان انتم تشاركوني رايكم في الكومنتات. وقبل ما امشي اتمنى فلاسفه مره تانية نصلي على النبي الكريم، اللهم صل وسلم عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. واتمنى ان انتوا تدعوا لاخواتنا المستضعفين في كل مكان بالذات في فلسطين وفي لبنان، ربنا يا رب يزيل الغمه وينصر المستضعفين يا رب. واتمنى طبعا منكم مره تانية اللي مش مشترك في القناه يشترك، نشترك حتى في البلاتفورمز بتاعت فلاسفه كوره سواء على التيك توك ولا الانستجرام ولا الفيسبوك اللي موجوده في الوصف واللي موجوده في اول كومنت. وطبعا اتمنى ان انت تدعمني بلايك وشير وكومنت، وان شاء الله اشوفكم الحلقه الجايه. سلام عليكم.